تقولي لا خلاص شبشب من بتاع يوسف القديم ولا صندر الدنيا هتعضعض فيه. طب وايه المشكله يا عزيزي؟ ما تشيلوا بعض شويه. هو انا بشاهد مين؟ انا رايحه لامي وانا بشاهد مين؟ ما صح يا بنتي ده اللي انا قلت. في القدر على فمها تطلع البنت لامها. انا بنتي صح. انا ماشيه عشان ما تنفسش. نامت ولا لا؟ ما بتنامش يا ماما، مغلباني والله يا ماما. هي شكلها ده سنانها بتوجعها، ده رضيعها بتوجعها عشان بتسنن. تسنن ايه يا عصمت؟ يا لحقت يا بنتي، دي لسه طفله صغيره. ما هي طفله، هو بيطلع السنان امتى يا ماما؟ لسه انا عماله اتعرض في ايديها يا ماما. انا عايزه اجيب لها عضاضه. عضاضة ايه يا بنتي اللي هتجيبها لها؟ عضاضة ايه؟ يعني ايه عضاضه ايه؟ يعني ايه عضاضة دي؟ احنا ما شفناش عمرنا العضاضات دي. في السن دوت يا ماما لا بيجيبوه مفيش. يمسكوها بايديها كده، تمسكها بايديها كده وتفضل تعض فيها. حاجه طريه يعني؟ اه. نضفي لها حته كرشه من عند الجزار، خليها تعضعض فيها. كرشة ايه يا ماما اللي لا قدر الله تروح جايه بلعاها وزلطها يا ماما ونازله لها في زورها يا ماما؟ كرشة ايه يا ماما في السن ده؟ تعضعض فيها، تعضعض فيها. كرشة ايه يا ماما؟ انت بتهزري يا ماما؟ خلاص يا بنتي شوفي لها فردة شبشب من بتاعه يوسف ولا مريم، اغسلها لها حلو وسيبها لها تعضعض فيها. اه لاقيها في الشارع صح؟ لا اله الا انا لقيتها الله. ولقيت جنبها ازازه زيت وكيس سكر صح؟ جايباه من الجمعيه يعني؟ اه ما انا كنت تتمقلتش يا لقيتها كده. عصمه، تتمقلتش. يعني يا ماما مفيش حد بيقول لحد كده يا ماما وتقولي على حفيدتك يا ماما؟ طب اعمل ليه ايه؟ وانا مش لاقيه يا حبيبتي عشان اعمل لها كده؟ انت حره ماما، انت حره حبيبتي. انا جوزي مسافر، حتى لما يلاقوني ماسكه حفيدتك كده شبشب وبتعضعض فيه يقولوا ايه يعني؟ ابن جوزك يا حبيبتي لسه مسافر ما كملش شهرين، لا بعت ابيض ولا بعت اسود. انا يا اختي اللي ماسكالك الليله من اكل الشرب اللي انت بتلبسه لها للكلام ده. طب وايه المشكله يعني يا ماما لما تمسكي الليله لحد ما هيبعت لك كل اللي انت صرفتيه لا يا هيبعتهولك؟ اختي ما فيش حد بيبعت حاجه، بقول لك ايه ارحموني شويه، ارحموا ما في الارض يرحمكم من في السماء. اضجيكي منين؟ وكام يا اختي اللي انت بتقولي عليها دي؟ هتبقى عامله 100 200 150 200 دلوقتي. لا 150 200؟ اه لا ده انت تجيبي لها صندل جديد ارحم بقى. يبقى شبشب صندل جديد، وشبشب تفضل تعضعض فيه. تعضعض فيه وايه يعني يا اختي؟ بالله عليكي والنبي لو قلت الكلام دوت لحد هيقولوا ايه؟ عادي اقول لك ارحمي حماتك شويه، ما هي برضه مش هفضل انا شايله الليله لوحدي. والله اه قعدت الليله اعمل لك ايه؟ انا مش بايدي، كفايه بقى اكل وبشرب، ما معيش كمان اجيب البتاعه اللي انتوا بتقولوا عليها. السلام عليكم. تعالي يا اسماء احضرينا يا اسماء. اسماء جت اهي. احضرينا يا اسماء. احضرينا يا اختي. في ايه؟ ماما تعالي بقول كده لها خلي البنت- البت تقع. اهو جيت يا ماما اهو. في خش إيه؟ يا بنت. ماما البت مغلباني وعماله تعضعض في ايديها. بقول لها ماما انا عايزه عضاضه للبت. تقول لي ايه؟ لك انت تتخيلي بتقولي جيبي لها حته كرشه من عند الجزار خليها تعضعض لك فيها. يا لو بقول لها الكرشه ممكن لا قدر الله تبلعها تروح في زورها تقف في دورها تقولي لا خلاص شبشب من بتاع يوسف القديم ولا صندر الدنيا هتعضعض فيه. طب وايه المشكله يا عزيزي؟ ما تشيلوا بعض شويه. هو انا بشاهد مين؟ انا رايحه لامي وانا بشاهد مين؟ ما صح يا بنتي ده اللي انا قلت. في القدر على فمها تطلع البنت لامها. انا بنتي صح. انا ماشيه عشان ما تنفسش واتعصب. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اجيب لها منين ياما 200 جنيه عضاضه؟ ده انا شايله اكل وشرب والبتاع اللي بتغيره للبت دي. وايه ده؟ ما اقدرش يا اسماء، طلباتها كتير قوي يا بنتي. مريض دماغي، خلي ماما تجيب لها. خليها تروح لامها، وامها فكرك انها تدفع لها 200 جنيه؟ ولا تشيلي دماغي. والنبي اقول لي ما قالت لها هات لها حته كرشه ولا فشه تعضعض فيها. كرشتي وكرشتي. ما هي ايه يعني يا بنت؟ انا كنت زمان كنت بمسكك الكرشه. لا بس كنت بنضفها لك، خليها لك بيضه بافتة كده. بيضة بفت. ده انا معدتي اتقلبت من كده. لا عشان من كده سرقة انت لغايه دلوقتي بتموتي في الكرشه. تشم الكرش عند اي حد، ماما عايزه كرشه. انا؟ عشان كنت انا بنت وانت صغيره دي البنت عائشه دي كنت امسكها لك تقعدي تعضعضي فيها. لغايه ما طلعت السنان، كل اسنان واسنان شبه بصي شبه سنان الارنب. ديناصور. لا الارنب مش لدرجه ديناصور. لا امها تجيبها لها، ريحي دماغك. لكن انا سمرات. بقول لك ايه، قومي اعملي لنا حاجه نشربها بلا هم. يلا يلا. عايزه تشربي ايه؟ شاي بالقرنفل. اكيد، وانا بشرب غيره يا اختي شاي بالقرنفل. ماشي. استغفر الله. كرشه كرشه يا النبي ما تعرفوا انتوا ولا تفهموا في التربيه. ياما ربيناكم وياما شقينا عليكم. ياما كنا نقعدوا العياله كده يا اختي تمسكوها حته الكرشه ولا فرده الشبشب تفضل تعضعض لغايه يا اختي ما تطلع السنان وتبقى زي الفل. عشان كده اسنانكم بسم الله ما شاء الله، غير السنان بتاعت الجيل ده اللي كلها بتقع كده من قله الكرز ومن قله الشباشب. بقول لك ايه، انا يا اختي تعبت مش قادره اتكلم اكتر من كده.
اروح يا اختي اعمل لي اي حاجه كلها بلا هم.